جديد الأخبار أخبار آب مع مروان. مساء الخير مروان ومرحبا. مساء الخير هاجر، الله يسلمك ومرحبا بك ثاني معنا. الله يسلمك. إذا وش جبت لنا اليوم كأخبار ماذا بينا نعرفوه الجديد، وكذلك الشباب اللي راهم يشوفوا فينا أكيد يكونوا متشوقين باش يعرفوا آخر الأخبار. أكيد زميلتي هاجر، الأخبار دائما حتكون حول المعلومات اللي قلتيها تي المؤسسات الناشئة، المؤسسات المصغرة، حاضنة الأعمال وجديد مراكز التكوين المهني والجامعات. أنا دائما نجيب 3 أخبار من كل مؤسسة، هكذا باش يستفادوا معنا الشباب والمتابعين لبرنامج شباب آب. نروحوا للخبر الأول اللي هو متعلق بالتوقيع على 15 اتفاقية بين وزارتي التعليم العالي والصناعة. معلومات أكثر في الموضوع نتابعها بعد الفاصل. إذا تم الأحد الفارط التوقيع على 15 اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة في مجالات البحث والتطوير. ومن بين هذه الاتفاقيات نذكر مشروع تطوير برنامج صناعة الحاويات، والذي سيوفر ما يقارب 100 مليون دولار سنويا. وفي ذات الاتفاقية أكد وزير الصناعة أن أهمية مرافقة المخابر ومراكز البحث العلمي للمسار الصناعي للإنتاج المحلي للحاويات. هذا وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تكريس مبدأ الانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي وتثمين مخرجات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من أجل تعزيز الإنتاج الوطني ذو البعد الاقتصادي. نعم، هذه خطوة جميلة راح تخدم الاقتصاد وكذلك راح تخدم البيئة، المحيط اللي نعيشوا فيه، بما أنه راح يكون تطوير للحاويات كما قلت مروان. نعم هاجر، إذن هذا هو المشروع اللي ركزوا عليه في هذه الاتفاقيات، وهو تصنيع الحاويات. ما يخفلكش أنه الوقت اللي رانا فيه كثروا فيه الكثير من المؤسسات من المصانع، وبالتالي راح يكثر التلوث البيئي أكيد، لحفاظا كما قلنا على محيطنا، وكذلك لأنه كل مجال مروان نشوفوه مترابط مع المجال الآخر. المجال البيئي يكمل المجال الاقتصادي. طبعا إذا حسنا محيطنا اللي نعيشوا فيه وحسنا قطاع البيئة، أكيد هذا راح يكون في خدمة القطاع الاقتصادي. أكيد التكنولوجيا مليحة، شيء بوزيتيف لنا في هذا الوقت، لكن ما لازمش تأثر علينا سلبيا. هذا اللي اندارت هذه الاتفاقيات. نعم. باش نكملوا المسار الاقتصادي بالمسار البيئي ونحافظوا على البيئة تاعنا باش تدوم لنا إلى سنوات عديدة إن شاء الله. نعم، نمروا للخبر الثاني. الخبر الثاني في مشروع الاستثمارات اللي هو تسجيل 852 مشروع استثماري جديد. إذا تفاصيل أكثر عن هذه المشاريع نتابعها بعد الفاصل. كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات في آخر تصريح له أن عمليات تسجيل الاستثمارات الجديدة في وتيرة تصاعدية يوميا، وقد بلغ في آخر حصيلة إلى 852 مشروع استثماري جديد. وأضاف أيضا أن هذه المشاريع التزم أصحابها باستحداث 17,000 منصب شغل جديد عن طريق 31 مشروع، نذكر منها 14 مشروع بالشراكة مع مستثمرين جزائريين، وفي المقابل 17 مشاريع مع مستثمرين أجانب. وأكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن حصة الأسد في هذه الاستثمارات تخص قطاع
الصناعة لا سيما التحويلية منها، وهذا راجع لكونها تحمل قيمة مضافة وتساهم في التنمية الإقليمية المتوازنة للوطن. نعم، يعني شفنا أنه خلق فرص عمل، أنه لما يعني نقوم بمشاريع أكيد نكونوا محتاجين لليد العاملة، ولما نقولوا اليد العاملة أكيد شباب راح تكون عنده فرصة أنه يلتحق بمناصب معينة، وهكذا نقضيو على أزمة من أزمات الاجتماعية اللي هي أزمة البطالة. البطالة أكيد، و17 ألف منصب شغل يعني رقم ليس بالهين. نعم، لا يستهان به، وفي مختلف التخصصات وفي مختلف المراتب، لأنه الجامعة راهي تخرج ومراكز التكوين المهني راهي تخرج، وبالتالي كلهم حيشتركوا في هذه المؤسسات وفي هذه المشاريع اللي بها راح نبنوا الاقتصاد الوطني الجزائري. نعم، كما قلنا أنه مثل هذه المشاريع مش فقط هي صح لما نشوفوها في الظاهر تاعها هي مشاريع اقتصادية عندها أهداف وأبعاد اقتصادية، أيضا فوائد اقتصادية، لكن لها أبعاد خفية، أبعاد أخرى اللي هي أبعاد اجتماعية كما كنا نقولوا، أو أبعاد بيئية، يعني كل حاجة تكمل الأخرى. فعلا لما نقدموا مشروع أكيد مش فقط يتوقف في تلك النقطة، إنما له أبعاد عنده أخرى. دراسات أيضا. المشروع ما يندرش هكذاك، عنده دراسات طبعاً. يعني ما تكونش على النمط الاقتصادي وإنما الاجتماعي كما قلتي، البيئي، ممكن حتى الثقافي أو في أمور أخرى، وهذا ما راهو يأطروه دائما المؤطري المشاريع، ودائما ما يأكدوا عليه في الندوات والملتقيات يعني الاقتصادية والاجتماعية، يأكدوا على هذه النقاط. نعم، وهذه أهمية الملتقيات مروان. لما نشوفوا في الملتقى يكونوا ناس يعني ذوي كفاءة، يعني من مختلف القطاعات، لتبادل الخبرات، تبادل الأفكار، كل واحد في مجاله يقدم فكرة لتخدم القطاع اللي ينتمي له. والشيء اللي نشوفوه مؤخرا زميلتي هاجر أنه فيه تناسق وفيه يعني جلسات نوعية بين الوزارات، يعني ماش وزارة تخدم وحدها وإنما تكون بين هناك تنسيق. هذا هو اللفظ المناسب، يعني تنسيق بينهم، وهذا شيء جميل لأنه الفائدة راح تعم الوطن الجزائر يعني عامة. نعم، وهذا هو المبتغى والهدف. تفضل مروان. روحوا الخبر الثالث والأخير، يعني اللي هو متعلق باستقبال حوالي 20 طلبا لوسام أو للحصول على وسام براءة الاختراع، وتفاصيل أكثر عن هذا الخبر نتابعوها بعد الفاصل. إذن على هامش يوم دراسي تكويني حول المؤسسات الناشئة وبراءة الاختراع، نشطه مدير حاضنة الأعمال بجامعة سعد دحلب البليدة واحد، أعلن أن المكتب التابع للمعهد الوطني للملكية الفكرية التابع لهذه الأخيرة استقبل نحو 20 طلبا للحصول على وسام براءة الاختراع الخاص بالمشاريع الإبداعية للطلبة المتخرجين أو المقبلين على التخرج في مختلف التخصصات وفي مختلف المجالات الخدماتية وحتى الصناعية. كما أشار أيضا مدير حاضنة الأعمال أن الانتقاء الأولي للمشاريع التي سيستفيد أصحابها من تكوين للحصول على شهادة المؤسسة الناشئة وقع على 800 مشروع ابتكاري جديد. ومن بين هذه المشاريع أو من بين هذه المشاريع الابتكارية أقول أن الانتقاء الأخير سيشرف عليه لجنة علمية على مستوى حاضنة الأعمال الخاصة بجامعة البليدة واحد. نعم، ودائما يعني لما يكونوا تشجيعات وتحفيزات للطلبة أو للشباب بصفة عامة أكيد راح تزيد المردودية الخاصة بالشاب الجزائري. أكيد، وحاضنة الأعمال راهي تتوسع تقريبا على مختلف المؤسسات الجامعية، يعني كل مؤسسة جامعية
أو مدرسة وطنية يفتحوا فيها حاضنة الأعمال. وهذا تشجيع لهم للطلبة يعني باش يبرزوا في المجالات تاعهم وفي مذكرات التخرج تاعهم، به يبدعوا باش يخلقوا منها مؤسسات ناشئة. نعم، وراح يخلق جو تنافسي داخل الجامعات، كذلك كل واحد يحب يقدم الأحسن الأفضل والأجود، وهكذا يعني تكون مشاريع في المستوى، لأنه يكون جو تنافسي. يعطيك صحة مروان على كل هذه الأخبار اللي قدمتها لنا. نشوفوك في إعدادنا القادمة إن شاء الله بأخبار جديدة. إن شاء الله المرة الجاية نجيب لكم أخبار جديدة دائما في نفس الميدان، في نفس المواضيع اللي اخترناها خصيصا للشباب الجزائري ومتابعينا الأوفياء.